السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح بس الواجهة بتاعة برنامج كاب كات الموجود على الكمبيوتر أو اللاب. بالنسبة للبرنامج هو متقسم قدامنا لأكتر من حاجة. في الجزء ده اللي خاص بالإضافات، والجزء البلاير ده بيكون فيه الفيديو اللي احنا بنعدل عليه وأي تعديل بيظهر في الجزء ده. الديتيلز ده بيكون فيه الجزء اللي احنا بنعدل الفيديو عليه أو على صورة أو على الفلتر، وهنشوف الكلام ده بعدين. الجزء اللي من تحت ده اللي هو التايم لاين، ده اللي هو بيكون فيه الحاجات اللي احنا بنضيفها سواء صورة أو فيديو أو صوت. أول قائمة عندنا هي الإمبورت، بنقدر إن احنا نختار منها الفيديوهات أو الصور أو الصوت اللي عايزين نضيفه للبرنامج علشان نعدل عليه. يعني لو دوسنا إمبورت هيجيب لنا الصور والفيديوهات زي كده. يعني مثلا لو جبنا الفيديو ده هيظهر معانا هنا بحيث إن احنا نقدر نعدل عليه، ومجرد ما نمشي الماوس عليه كده هنلاحظ إن هو بيشغل الفيديو في البلاير هنا. عشان نبدأ نعدل عليه هنسحبه ونحطه هنا، أو بكل بساطة ندوس على علامة الزائد اللي تحت هيظهر معانا في التايم لاين، وساعتها نقدر نعدل عليه. وآدي قائمة الديتيلز اللي بيكون فيها الحاجات اللي احنا بنقدر نعدلها. في عندنا برضو اللي هي الستوك ماتيريالز، بنقدر برضو ان احنا نضيف بيها فيديوهات موجودة في البرنامج نفسه من غير ما احنا ننزلها، بحيث انها تسهل علينا المونتاج. وبرضو علشان نشوف اي حاجة بنقدر ان احنا ننزلها كده، وبعد كده بنمشي الماوس عليها هيجيب لنا في البلاير الشكل بتاعها بيكون عامل ازاي. وطبعا لازم نديله فترة يحمل شوية، وبرضه على حسب إمكانيات الجهاز بتكون الصورة واضحة أو بطيئة أو سريعة. ده بالنسبة للستوك ماتيريالز، وهنا إيه في حاجات كتير نقدر إن إحنا نختار منها. تاني واحدة وهي الأوديو، دي اللي بنقدر إن إحنا نضيف منها أي صوت، سواء صوت موسيقى من القائمة الأولى اللي هي الميوزك، وبرضه نقدر نحددها إحنا محتاجين إيه بالظبط، أو الساوند إفكت ده بيكون عبارة عن صوت بس يضيف واقعية للمشهد، زي مثلا صوت مية أو صوت حركة رجلين، صوت تسقيف، صوت ضربة، بمعنى إن هو يضيف تأثير للفيديو مش مجرد موسيقى. ده فكرة الساوند إفكت. تاني حاجة بعد كده اللي هي التكست، إن إحنا بنقدر نضيف تكست في الفيديو. برضو من الإفكت هنا بنقدر إن إحنا نختار إفكت معين نضيفه، وبرضو بمجرد ما نمشي الماوس عليه هنشوف شكل التكست هيكون عندنا عامل إزاي، بس لازم طبعا نكون محملين التكست ده. وفي برضو حاجات كتير نقدر نختار منها ونحددها من هنا. بعد كده التكست تمبلت دي بيكون تكست جاهزة بالانيميشن، بمعنى ان الافكت زي ما هو واضح كده عبارة عن كلام بس من غير اي حركة، لكن التمبلت بيكون التكست بحركة. يعني لو نلاحظ ان في حركة في كل تكست احنا بنعلم عليه، تمام، سواء هيظهر هنا او هيظهر في البلاير لو محملينه. وبرضو نقدر نعدل عليه بكل سهولة. مثلا هنضيف التكست ده، دي الحركة بتاعته بتكون كده، فجايب لنا هنا في الديتيلز الكلمة الأولى والكلمة التانية. فاحنا لو غيرنا الكلمتين دول خليناهم مثلا رحيم ديزاين، هنلاقي إن الكلمة اتغيرت بنفس التأثير بتاعها ونفس الحركة. دي فكرة التكست تمبلت والفرق بينها وبين الإفكت. الأوتو كابشن فكرة إن هو بيشتغل بالذكاء الاصطناعي وبيجيب الصوت اللي موجود عندنا وبيحوله لكلام مكتوب في حالة إن الفيديو فيه صوت. هو طبعا ما بيكونش كل حاجة فيه دقيقة 100%، بس بيسهل علينا وقت كبير لو الكلام واضح. وبرضه نقدر نختار بأكتر من لغة أو نخليه هو يختار اللغة. بعد كده الاستيكر دي واضحة من اسمها إن احنا بنقدر نضيف استيكر موجود في البرنامج على الفيديو من غير ما نضطر إن احنا نحمله من مكان بره. وبرضه بيكون في حاجات بتتحرك زي كده، وفي حاجات بتكون ثابتة مجرد شكل بس. وطبعا هنا برضه متحددين بحيث ان احنا نختار الحاجة اللي احنا عايزينها للفيديوهات بتاعتنا. بعد كده الافكت ده بيضيف افكت للفيديو كله، بمعنى ان هو بيضيف التأثيرات الواضحة دي. كل ما نعلم على واحد هيجيب لنا شكل التأثير هيكون عامل ازاي. الفرق بينه وبين البادي افكت ان هو بيحاول يشوف الشخص الموجود في الفيديو ويضيف عليه التأثير ده مهما كان التأثير اللي موجود عندنا، بس بيشتغل على شخص معين مش على فيديو
مفهوش شخصيات. إحنا لو حطيناه برضه هيكون شغال بس مش هيكون محدد شخص معين، بمعنى إن إحنا لو ضفنا دي هنلاقي عامل تأثير الضوء الأزرق اللي هو وراه ده أو الغمقان دوّة، لكن مش حاطط تأثير العينين لإن هو مش شايف عين موجودة في الفيديو. بمجرد ما يخلص الجزء بتاع الإفكت هنا بنلاحظ إن اللون رجع طبيعي تاني. فدي عشان تشتغل مضبوط لازم يكون في شخصية واضحة في الفيديو. الترانزيشن دي التنقلات بين الفيديو والتاني، بمعنى إن إحنا لو عندنا أكتر من فيديو عايزين ننقل الحركة بسلاسة أو بشكل معين بيكون عن طريق الترانزيشن ده. بعد كده الكابشن دي منيو لوحدها بيكون خاصة بالكابشن بس زي الموجودة في التكست، بس هنا بتكون مخصصة أكتر بحيث إن إحنا نقدر نحط تمبلت جاهزة الشكل بتاعها والحركة على الكلام أو الكابشن اللي هنعمله من الصوت، أو إن إحنا نخليه يعمله لوحده. وبالنسبة للأوتو لايركس دي بتاعة الأغاني إن هو بيحاول يجيب كلمات الأغاني ويكتبها برضه بنفس الفكرة بتاعة الأوتو كابشن. الفلترز دي بتضيف تأثير ثابت على أي صورة أو أي فيديو بحيث إن هي تحط لون بس مش أكتر. يعني لو علمنا على أي واحد من دول هنلاحظ الشكل بيتغير إزاي. مثلا ننزل ده هنلاحظ إن فيه لون برتقالي شوية، هنا اللون بأزرق شوية وهكذا. ده بمجرد بيضيف لون بس مش أكتر.